ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الفراخ المتبله بطريقه جديده في الحله، ونبعد بقى عن الوصفات التقليديه، وهنعملها مع بعض بطريقه بسيطه وبمكونات سهله جدا وموجوده في اي بيت. وبجد لو جربتوا الوصفه دي مش هتبطلوا تعملوا الفراخ بالشكل ده. طريقه سهله قوي وجميله وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى بينا نبدأ وصفة النهاردة. قبل ما نبدأ وصفتنا بقى صلوا بينا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا هنا معانا فرخة ونص، طبعا شايلين الجلد بتاعها مغسولة ومتنضفة كويس. والبهارات دي لفرخة ونص، هتقللي او تزودي طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بهارات فراخ، نص معلقة شطة ودي اختياري برضو، نص معلقة كمون، ومعانا كمان نص معلقة فلفل، وكمان هنحتاج معلقتين خل وليمونة معصورة، يعني عصير ليمونة. معلقتين الخل دول هنحطهم واحنا بنعمل الخلطة عشان ده بيساعد في التسوية. ومعانا بصلتين متوسطين مقطعينهم مكعبات بالشكل ده، ومعانا حبتين فلفل برضو متقطع كده مكعبات صغيرة، ومعانا 3 حبات طماطم برضو متقطع مكعبات. هو يفضل ان هو يتقطع مكعبات عشان دي في الاخر الخلطة دي هناكلها مع الفراخ، ما نعملهاش بالمبشرة، يفضل يعني ان انت تقطعيها افضل. هنجيب بقى البصل والفلفل والطماطم بتاعتنا، هنضيف كل المكونات بتاعتنا على بعضها. ضفنا كده الخضار في الاول، بعد كده بقى هنضيف البهارات، الملح وبهارات الفراخ والشطة والكمون والفلفل، وهنضيف الليمونة المعصورة عليهم، وبعد كده هنضيف معلقتين كبار خل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعد ما ضفنا كل المكونات بتاعتنا على بعضها كده هنقلبها بقى كويس. لازم نقلبها كويس علشان كل البهارات تكون اخدة من بعضها كده مع كل الخضار، وما يبقاش البهارات مثلا في جنب وجنب لا وكده، لازم تكون كلها متقلبة كويس. ما تنسوش بقى لو عجبتكم وصفتنا النهارده تقولنا رايكم في الكومنتات وتعملوا شير للفيديو. هسيب لكم مقادير الوصفه كامله في الوصف تحت وفي اول تعليق مثبت. هنبدا بقى نحط كده طبقه تحت كده في الحله قبل ما نحط الفراخ، عشان طبعا لازم ما بين الفراخ طبقه وطبقه كده من الخلطه عشان تشرب من بعضها كده كويس. حطينا طبقه زي ما كنت بوريكم كده، هي بتبقى طبقه خفيفه، مش لازم تملي الحله من تحت كلها، يعني طبقه خفيفه كده. وهنبدا بقى ان احنا نرص قطع الفراخ دي يعني مغسوله ومتنضفه كويس، واحنا ما بنفضلش يعني جلد الفراخ فبنشيله منها. طبعا بقى هنغسل ايدنا كده كويس عشان ناخد بقى من الخلطه ونعملها في الفراخ كويس، لان اهم حاجه ان انت تدعكي الخلطه كويس في الفراخ علشان تاخد منها كده البهارات كده تيجي على الفراخ كويس. بعد ما هنعمل طبقه كده على اول فراخ حطينا كده، هنجيب بقى شوية خلطة وهنحطهم كده عشان يبقى انتي عملنا طبقة خلطة تحت، وبعدين حطينا الفراخ وعملنا طبقة تانية خلطة. نبدأ نجيب بقى قطع فراخ تانية وهنحط طبقة تانية ونرجع نحط طبقة خلطة، وهكذا لحد ما نكمل بقية الحلة كلها. طبعا المية بتاعة الخلطة دي يعني لازم تحطها كلها على الفراخ، كل الخلطة كل الخلطة بالمية بتاعتها تحطها على الفراخ عشان طبعا تشرب من المية بتاعتها وتبقى اخد طعم التتبيلة. دي المية اللي صفت من الطماطم والبصل وكده، احنا بنزود لهاش لا زيت ولا مية. بعد ما رصينا كل الفراخ بقى هننزل كل التتبيلة كده على الفراخ علشان لما نسيبها في التلاجة تشرب كده من التتبيلة بتاعتها. وطبعا كل المكونات دي يعني لما بتطبخ بتاخد طعم الفراخ، بقى طعمها خلطة جميل قوي. لو انت مستعجله وعايزه تطبخيها على طول مفيش مشكله، بس يفضل ان انت تسيبيها ساعه على الاقل في التلاجة وبعد كده تطلعيها، ولو باتت في التلاجة يبقى افضل. بعد ما خلصنا كده وغطينا الحله كلها بالخلطه هندخلها بقى التلاجة ساعه وبعد كده هنطلعها علشان تبقى جاهزه للطبيخ. بعد ما سيبناها ساعه في التلاجة طلعناها كده بقت معانا بالشكل ده، حطيناها على النار بقى علشان تتسوى. وده كده شكلها بعد ما استوت، ما خدتش وقت كتير يعني،
طبعا هي استوت بالمية اللي نزلت من الطماطم والفلفل والبصل، ما زودناش لا مية ولا زيت ولا حاجة. هتبدأي بقى تتابعها كده لحد ما تلاقيها استوت خالص ودابت. هتشوفي طبعا كده الفص يعني بشوكة كده، وتجربي تشوفي الفص هتلاقيه دايب معاكي خالص كده، يبقى الفراخ استوت معانا. طبعا الخلطة اللي تحت الفراخ دي برضو طعمها جميل جدا، اخدم البهارات كده ومع الفراخ مع بعضها طعمها حلو قوي. ده كده شكلها، طبعا كانت سخنه ومكنتش عارفه امسكها، بس كنت بوريكم ان هي كده خلاص استوت اهي دايبه معانا. ودي ما شاء الله يعني بجد بقى طعمها حلو قوي، تنفع تاكليها مع رز، تنفع تاكليها مع عيش وطحينه وكده حسب يعني ما تحبي. هطلع كده الفراخ من الخلطه وارجع لكم تاني. ده هنا بعد ما طلعنا الفراخ، دي بقى الخلطه بتاعتنا، ودي السمونيه بتاعت الفراخ، هي ما حطيناش فيها اي زيوت خالص. دي هندخلها بقى الفرن كده تاخد وش خفيف خالص كده، تتحمر طبقة خفيفة. ما شاء الله شكلها جميل قوي معانا. مش لازم نشيل كل الطماطم والخضرة اللي عليها، هي برضو لما بتاخد لون كده في الفرن عليها برضو بتديها طعم حلو، بقى طعمها جميل قوي. هندخلها الفرن كده حوالي 3 دقايق، من 3 ل5 دقايق كده، طبعا على نار هادية. خدت وش خفيف خالص اهو، عشان بس ننشف الفراخ شوية، حبة من غير كده زي ما تحب عادي. دي كده خلاص الفراخ جاهزة معانا. برضو الخلطة بتاعتنا حطيناها في طبق برضو للتقديم، تتقدم مع الفراخ عادي، طعمها جميل جدا، وكمان وقع فيها فصوص الفراخ، فتبقى الخلطة بالفصوص الفراخ حلوة قوي. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ويا رب تكون الوصفة سهلة. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا على قلوبكم.